تطير. إن قوة الحصان المجنح ترتفع شيئا فشيئا. أظن أن الحاجة قد برزت لوضع حد لهذا التقدم. ما أخبار برنامج التدريب عندكم الآن؟ بلغنا المرحلة 21 في برنامج التدريب. يمان، سوف أقضي عليك. المتدرب الآن في المرحلة 22. يتقدم أسرع مما خططت له. سأجني الثمار قريبا. كان اختياري لكمال في محله. ميرسي، هل أنت هنا يا ميرسي؟ صباح الخير سيدي. حان موعد ظهورك. أنت مستعد أليس كذلك؟ بلى، اعتمد علي يا سيدي، فالخطة متكاملة. أجل، متكاملة. ألم أحذرك من العبث به؟ لا أستطيع رؤيته مملوءا بالخدوش من غير أن أفعل شيئا. تفضل، إنه معاد. آتيه. إذا فقد صار الثور بهذه النظافة والتوازن والقوة؟ لا أصدق عيني، أنت بارعة. مستحيل. لبنى أكثر الناس خبرة في أمور الصيانة. حافظ عليه جيدا، اتفقنا؟ لا تعاملوني بلطف. فأنا لا أتذكر أنني صرت صديقا لكم. ولكن نحن ممتنون لك، فلقد دربت ربيع، صحيح؟ هذا يكفي. فهدفي الأساسي هو أن أتغلب على يمان فقط، ليس إلا. هل ستذهب؟ أعددت وجبة إضافية من أجلك يا عفيف. لا. هل تحب اللحم؟ أجل، أكثر من أي شيء آخر. سآكله إن كنت لا تريده. لماذا؟ إنه لذيذ. مهلا، لماذا أنت مصر على هزيمتي كل هذا الإصرار؟ صحيح، مع أنك تعد من جامعي النقاط. أنا؟ أهي أوامر كمال؟ لا أبداً. الزعيم خارج المدينة الآن لأنه خسر أمام لاعب بلابل فاصطحبه معه. لاعب بلابل؟ اشترط علي ذاك اللاعب أن أهزمك إن أردت استعادة الزعيم كمال. تهزمني؟ إنه هو كما توقعنا. لقد عثرنا عليك أخيراً. ما الحكاية؟ ربيع، سمعنا أنك أتقنت أسلوباً خاصاً. وسمعنا أيضاً أن ذلك بفضل عفيف. هذا صحيح. هذا صحيح. الفضل يعود إلي. أنا لم أرجوك دربنا يا سيد عفيف. أرجوك دربهم. ماذا؟ نرجوك افعل. لست على لذلك. نرجوك دربنا يا سيد عفيف. نرجوك. لا تحرجوني هكذا. لاعب البلابل يشبه القتال في معركة حربية. حاضر. الخطاب الذي توجهه إلى الخصم مهم جدا. حاضر. إذا يفعل مثلي. لن أخسر. لن نخسر. سأدمرك. سأدمرك. أرني قوتك. أرني قوتك. هذا العرض مفيد في النزال حقا. العب بكل شيء كذلك. واجهني. لاعب بلابل. كمال ليس من النوع الذي يهزم بسهولة. ترى من يكون؟ أوشكنا على الوصول إلى الموقع المحدد. عزام، إلى أين تأخذني؟ طلبت إليك أن تأخذني إلى حيث يمان الآن. قل لي ما الذي تريده منه؟ الأمر واضح، لأتغلب عليه. ألم تستوعب الأمر بعد؟ ستخسر أمامه. لم تبلغ قوتك أشدها. ماذا تقول؟ إنك تقترب. أنهيت برنامج التدريب بسرعة، وقد ارتفعت قوتك ضعفين بحسب قياسات آلاتنا، وارتفعت قوتك في النزال ما يعادل 150%.
كما أنك تحسنت كثيرا في قوة الانتباه والحذر الضرورية في أثناء معارك البلابل، وحققت علامة كاملة في فن إدارة المباريات والسيطرة على أحداثها. باختصار، بحسب المقاييس أنت لاعب كامل الآن. فماذا تنتظر إذن؟ ومع ذلك لن تفوز. إنه يمان يا كمال. أتدرك ما معنى أنه يمان؟ صحيح أن اللاعبين الذين تحدوه أقوياء، وأنهم قد استخدموا أساليب كثيرة، لكنه تغلب عليهم فردا بتلك القوة التي يختزنها في قلبه والتي يقلب بها الموازين في المعارك. ليس أمامك الآن إلا أن تختزن قوة القلب تلك. قوة القلب؟ نحن نحلق فوق المكان. أين نحن؟ في المكان الذي يجب أن تتدرب فيه. إنه يدعى وادي الذئاب. وادي الذئاب؟ إنه خال من أي مظهر سكاني أو عمراني كما ترى. لم تطأ قدم إنسان هذه الأرض ولم يتسلق جبالها أحد. الطبيعة هنا هي كما خلقت. لم أفهم، اشرح. هنا نحاول تنشئة اللاعبين، إذ نتركهم في واد فيه 100 ذئب، ويبقى عليهم أن يخرجوا أحياء من هنا. هنا تنمى الشجاعة وقوة القلب، لأن عليك أن تضع حياتك على المحك لتحصل على قوة القلب. سأرمي بك هنا ليستيقظ الوحش البري الذي في داخلك. أعجبتني هذه الفكرة. سأفعل أي شيء يجعلني أهزمه. يمان، انتظرني! أعلم أنك لن تخذلني. أنا أعتمد عليك. إنه يشربها دفعة واحدة. ليس عاديا. انتهت الاستراحة، لنعود إلى التدريب. ألم ينتهي بعد؟ لن تصيروا أقوياء مثلي إذا لم تجهدوا أنفسكم بالتدريب. ما الحكاية؟ إن يمان غارق في التفكير منذ ساعة. ما الذي يشغله؟ معك حق. عجيب، ما الذي يشغل باله؟ يمان، ما الأمر؟ سأذهب إلى الحمام. ماذا؟ هذا الحمام يبدو مختلفاً. إن المعلومات التي جمعناها عنك من مراقبتنا اليومية تقول لنا إنك تأتي إلى الحمام في هذا الوقت لنبدأ بتنفيذ الخطة. حمام غريب حقاً. ماذا يجري؟ أهلا بك في برنامج تحدي اللاعب. تحدي ماذا؟ وصلنا الآن إلى التحدي. 5 3 8 6 2 9 يا سين يا جيم. نرجو لمشاهدينا متابعة طيبة، وأنا المقدم الشهير ميرسي. والآن ليقدم لاعب هذا اليوم نفسه. اسمك من فضلك؟ أنا اسمي هو يمان. ماذا يومك يا سيد يمان؟ هلأ أمعنت النظر إلى الكاميرا؟ هل هذا برنامج للتلفاز؟ نعم، أنت على الهواء مباشرة. حقا؟ هكذا؟ جميل، والآن لننتقل إلى التحدي الأول. مهلا، انتظر، ولكن ما التحدي المقصود؟ ألا تعرف برنامجنا الشهير تحدي اللاعب؟ هذا معقول؟ لا أعرفه. أليس برنامجنا شهيراً؟ اعذرني، فأنا لم أسمع به. يسعى هذا البرنامج إلى تحسين مهارات اللاعبين بالبلابل عن طريق تحديات تجري أمام المشاهدين. بلابل؟ وثمة هدية للاعب الذي ينهي جميع المراحل بنجاح. يبدو هذا مسلياً. لا بأس، قبلت التحدي. إذا نستعد. معكم المقدم ميرسي.
والآن لننتقل إلى التحدي القادم مع اللاعب يانا.